محمد فضل سؤال مزدوج، يعني هل يمكن لأزمة لاعب ان هي تودينا لكل هذه المشاكل؟ ثم هل كان من الممكن ان يشارك نادي الزمالك بصياغة انت تشوفها مناسبة؟ اول حاجه هو مش موقف لاعب، هو موقف نادي. يعني هو مش ملوش علاقه بخصوص كهرباء او شناوي او باعتبار صاحب الواقع يعني اللي اثارت المشكله. انا هقول لحضرتك على حاجه، هو واقعه حصلت ايا كان مين المخطئ. ينفع القرار يطلع بعد 4 شهور في مباراه يعني بنتكلم سوبر؟ مستحيل. هي القرار طلع بعد 4 شهور. حضرتك الواقع الماتش كان في يناير طبعا. فانا جاي دلوقتي حضرتك بطلع، فطبعا ده غير منطقي. هل النادي الاهلي له حق؟ له حق مليون في المية تماما. جاي لي قبل ماتش قبل بطوله بتطلع القرار، يبقى في خطا من الاتحاد المصري لكره القدم، فمن يمثل الاتحاد يعني احنا بنتكلم ان لجنه الانضباط لم تجتمع ان هي تطلع قرار فوري. هل الزمالك قراره غلط؟ صح. انا بقول لحضرتك انا لو صح ليه صح؟ ان برضو القرار اللي طلع هو قرار من لجنه الانضباط بوقف لاعب. فطبعا انا عاوز اتمسك بالقرار كنادي الزمالك، يعني هم عاوزين يتمسكوا بالقرار.